عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا وسهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض صفحة 198 و200 و201 من كتاب المعاصر إنجليزي الصف السادس ترم تاني. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي. ونحل التدريبات والواجبات ونقول بسم الله. السؤال الأول بيقول لك read and write the correct from the word between brackets. هات لي بقى، طبعا هنا عايز منك تحويل الصفة لحال، فأنت هتزود للصفة ال واي عشان تبقى حال، ما عدا طبعا في صفات بتكون لها تحويل حال شاذ. تعال نشوف مع بعض. بيقول لك بيرد سينج، الطيور بتغني، بيوتيفولي بجمال، اي لايف زم، انا بحبهم، يبقى هتزود للصفه دي اللي واي. طيب زي ستادت، هم بيذاكروا ويل جيدا، فور ذا اكزام عشان الامتحان. شي فولunteered، هي تطوعت، هابلي بسعاده، at the children's day center، في طبعا مركز الاطفال. هنا بيقول لك ذا دوج، الكلب، was hungry، كان غاضب او كان جعان، and it ate as a food quickly، هو كان جعان وكل الاكل ايه بسرعه. كويك هتحط لها ال واي تبقى بسرعه quickly. ذا تيتشر، المدرس، هتقول له spoke angrily، يعني اتكلم بغضب، because I was late، لان انا كنت متاخر. خلاص يا شباب، معذرة مع الصوت. she practice، هي تمرنت well جيدا، so لذلك she played، هي بتلعب the piano beautifully، هي بتلعب البيانو بجمال. طيب هنا بيقول لك can we speak، ممكن، هل انت تستطيع التحدث quietly، بهدوء، بليز من فضلك، يبقى هتزود لكوايت، هتزود لها ال واي. هنا يا بطل the bus driver، اللي هو سائق الاتوبيس، painfully، ها waits for me every morning. هنا يا بطل بيقول لك هنا سائق الاتوبيس بيكون صبور وبينتظرني كل يوم في الصباح. I did badly، يبقى انا سيء جدا in the last exam، في نهايه الامتحان، او في الامتحان الماضي. he carries he carries، هو بيحمل his baby، الطفل ابنه يعني، brother، his baby brother، اخوه الصغير، gently. طيب هنا يا بطل تشوز، بيقول لك they donated a lot of money، هتقول له kindly، بعطوف او ودود، to our charity، للجمعيات. he plays football very well، هي بتلعب او هو بيلعب كرة القدم جيدا. I can run very fast، انا استطيع ان انا اجري بسرعة، يبقى fast هنا بسرعة. هنا يا بطل the tourist، the tortoise، اللي هي السلاحف، walked slowly، بتمشي ببطء، يبقى دي حالة هي شباب slow، زود لها اللي واي. but she could beat the rabbit، لكن هي مش بتقدر تهزم مين؟ الأسد، الرابت اللي هو الأرانب. زي beautifully، هم بجمال، decorated، زينوا their house، منزلهم، for the party، للحفلة. the machine، ذا ميكانيك، الميكانيكي، work hard، بيعمل بجد، to fix the old cars، وان هو بيفحص السيارات القديمة. احنا صفحة 198، ننتقل لصفحة صفحة 200. listen and circle the correct answer. number 1 بيقول لك you learn، انت بتتعلم many important، حاجات كتير مهمة، life skill، مهارات حياتية. when you، هتقول له volunteer، لما انت بتبقى متطوع بتتعلم مهارات حياتية كتيرة. you learn، انت بتتعلم how to socialize، ازاي تكون على تواصل اجتماعي مع الناس. volunteering اللي هو التطوع. also give you، هتقول له confidence، التطوع بيعطيك ايضا ثقة في النفس. it's amazing، ان الرائع to see، ان انت تشوف how teenagers، اللي هم المراهقين، grow، بيكبروا يعني، وبيدوا نفسهم ثقة in confidence when they start volunteering، لما بيبدأوا يعملوا التطوع يا شباب، بيبقى ده عندهم ثقة في نفسهم، بيدوم ثقة في النفس. رقم واحد في اللي تشوز، بيقول لك هنا فاند ريسنج، اللي هو التبرعات، هيلبس تشيرتس، بتساعد الجمعيات، جيت ذا ماني، ان هم يحصلوا على الفلوس، زي نيد اللي هم بيحتاجوها. طيب when you feel sure، لما انت تشعر بالتعب، تأكد about your abilities، لما انت بتشعر وبتكون متأكد، يبقى انت كده بتأكد من قدراتك. this mean، ده بيعني you have، هتقول له confidence، يبقى انت عندك ثقة في النفس. socialize means spending time with people، التواصل الاجتماعي ده بيعني ان انت بتقضي وقت طويل with people، مع الناس، فين؟ هتقول له ايه؟ in a friendly way، بطرق ودودة. طيب في الريد اند كومبليت ذا تكست with the word in the box، بيقول لك كمل النص. اول واحده هنا helping your community is very important، مساعده المجتمع بتكون مهمه جدا. collecting money، جمع المال، for the charities، للجمعيات، is called، بيعني ايه؟ بيعني اهي رقم واحد fundraising،
it helps charities بتساعد الجمعيات get the money ان هي تحصل على المال. they need اللي هما بيحتاجوه. it's also good to mean جيد برضو ان انت ايه تعطي give back to the community للمجتمع. my advice to ايه to teenagers ونصيحتي للمراهقين to volunteer and help if ويساعدوا if you can لو هما يقدروا you will enjoy it انت هتستمتع بكده. خلينا صفحة 200 ننتقل ل 201. يلا يا بطل بعد قراءة النص بيقول لك تشوز ذا كوريكت انسر جاوب على الأسئلة. طيب بيقول لك هنا ذا اندرلايند وورد كلمة ريتش اللي هي غني معناها ايه؟ ذا اوبوزيت اوف بتكون عكس كلمة ايه؟ هتقول له كلمة بور يعني فقير. ذا يانجر اللي هو الشباب براذر الأخ الشباب كاريد فور ذا بيرد all winter في الشتاء. هنا answer the following question what was the younger brother reward كافئوه بايه؟ هتقول له أسيد بالبذور. هنا بيقول لك how was the bird ازاي الطير that the younger brother found اللي هم لقوه هتقول له he found it with broken wing هم وجدوه بجناح مكسور. ايه هتقول له هنا he found it with a broken wing. where did the younger اللي هو بيقول لك اين الولد الشباب plant the seed زرع البذور هتقول له in his garden في الحديقة بتاعته اهو يا حبايبي. بيقول لك هنا رتب عشان تكون كلمة جمل. he is هتقول له very kind to his friends هو بيكون عطوف جدا لزمايله. هنا هتقول له زمان الرجل looked after بيعتني بيه the injured birds بالطيور المصابة. هنا يا بطل بيقول لك صحح الكلمات اللي اللي هنا بين الأقواس. يونس هاتس بيكره بلاينج تنس بيكره لعب كرة التنس. هي بلايز بادلي هو بيلعب بسيء يعني أداؤه سيء مش كويس. I heard a man shouting أنا سمعت راجل بيصرخ angrily بغضب in the street في الشارع. في البنك تويت فريدة هتحط هنا الاف كابيتال وتحط نقطة والدو هتحطها هنا كابيتال وتحط كوتشن مارك عشان ده سؤال خلاص. هنا بيقولك اكتب باراجراف من 50 كلمة عن volunteering التطوع. هتقول له volunteering is very important for young people التطوع ده مهم جدا للناس الناس الشباب. it help to make friends بيساعدك ان انت تعمل صداقات and socialize وتكون تكونات وصداقات اجتماعية with people مع الناس. you can learn many important skill ممكن انت تتعلم مهارات كتيرة. volunteering التطوع also give you confidence بيديك برضو استقاء في النفس. هنا هتقول له it's amazing انه مذهل to see how teenagers زي المراهقين growing confidence بيدوم ثقة في نفسهم when they start volunteering لما هما بيبدأوا التطوع. كده يا بطل وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش يا حبايبي تدعمونا بلايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله من حل التدريبات والواجبات بالتوفيق والنجاح. مع السلامه.